بتحب كابتن حسام حسن أو لأ، بتدعمه أو لأ، لازم تقر كمان وتعترف إن شكل المنتخب مع كابتن حسام حسن غير، في شكل، في أداء، في طريقة، في لعب، في شكل هجومي ودفاعي كده لمنتخب مصر، في لعيبة جديدة بتدخل، لعيبة بتدخل في الجيم، بتبدأ تطور كمان من المنتخب حتى في غياب صلاح، لأ شكل المنتخب كمان كويس، في لعيبة بتدخل زي هيثم حسن. فشكل المنتخب مع كابتن حسام حسن غير كمان ان كابتن حسام حسن صعدك كاس عالم، صعدك افريقيا اللي بقالك دورتين ما كنتش بتصعدها، وكمان خرجت من قبل النهائي. لا شكل المنتخب مع كابتن حسام حسن كويس، الراجل بياخد هنا مرحله جديده وبيدخل كمان منافسات جديده، فانا شايف ان كل الدعم لكابتن حسام حسن. ولكن بقى تعالى بقى للشق الثاني، لعيبه النادي الاهلي في منتخب مصر، زيزو، تريزيجيه، امام عاشور، الثلاثه مع منتخب مصر شكلهم تاني خالص، اللعيبه بتلعب، بتأدي في اريحيه، في توظيف هنا مميز للعيبه، اللعيبه بتأدي. طب العيب في مين؟ اللعيبه دي في النادي الاهلي عالة على الفريق، تيجي هنا تبص للمنتخب، لا اللعيبه بتلعب، اللعيبه فايقه، اللعيبه بتأدي، اللعيبه ليها شكل وليها روح. العيب في اللعيبه ولا العيب في المدرب؟ لو العيب في المدرب، طب ما احنا قعدنا اول 5 6 ماتشات كان الاداء كويس وبنكسب، وبنكسب باداء وبنكسب بشكل، طب دلوقتي ايه اللي اتغير؟ اللعيبه مش موجوده. فالعيب في مين؟ العيب في اللعيبه ولا العيب هنا من المدرب في توظيف اللعيبه؟ محدش عارف. ولكن اللعيبه مع منتخب مصر مع كابتن حسام حسن في توظيف، في اداء، في شكل، في روح. فامام وزيزو وتريزيجيه مع المنتخب حاجه، مع النادي الاهلي وياسر حاجه تاني خالص، ولاعيبه مختلفه خالص بقى عن اللعيبه اللي بنشوفها مع منتخب مصر. ولكن خلينا نرجع للمنتخب، لا المنتخب مع كابتن حسام حسن لا شكل تاني واداء تاني.